السلام عليكم. اليوم جبت لك كيكه بلا بيض بلا حليب، كيكه اقتصاديه 100% ناجحه 100% من المره الاولى. اختي البيض غلا، كل شيء غلا، اجي نصايب واحد كيكه بلا بيض بلا حليب بلا حتى شي حاجه. شوفوا البنات، كيكه ناجحه طالعه كما تنقولوا غير بواحد المكون. ضروري خصكم تتبعوا البنات الفيديو من الاول حتى الاخر باش ان شاء الله تستافدوا في لي زيتاب كاملين ديال الكيكه، المراحل كاملين. بالنسبه لهاد الكيكه البنات شنو استعملت فيه؟ كاس ديال الليمون، هو اللي غيعوض ليا الحليب، هو اللي غيعوض ليا البيض. وكاين مكون اخر حتى هو مكون حتى هو غزال. الا درتو في هذا الكيك غادي يطلع لكم وغادي يجيكم ناجح ومفشفش وغادي يجيكم غزال. شوفوا البنات شنو درت في هذا الكيك هذا: جوج ديال الساشيه د الفاني، كاس كما شفتوا صغير ماشي كاس العنبه، كاس صغير ديال الزيت. عقلتوا دوك الكيسان ديال الاتاي القدامين، وهو هذاك البنات. ها هو كاس بحالو ديال السكر، يعني هاد الكيكه اقتصاديه 100%. شوفوا البنات، انا غير سمحوا لي كنصور بيد وكنخدم بيد لان السيبوره ديال التليفون هرست ليا ودابا مازال ما خديتش شي وحده اخرى، دونك دابا غير سمحوا لي على هذا التصوير هذا وصافي. المهم هو الكيكه غتنجح لكم 100%. غتبعوا البنات المراحل وكلشي غيكون مزيان. كما شفتوا جوج ساشيه ديال الفاني، كاس صغير ديال الخل ديال لا سمحوا لي، كاس صغير ديال الزيت وكاس صغير ديال سنيده. غادي نحرك هادشي مزيان تاعي نسجموا لي هاد العناصر. شنو غندير دابا؟ كاس ديال العنبه، ها هو ديال الليمون. صافي البنات، بغيتو ديروا الليمون ديروه، بغيتو ديروا الحامض ديروه. انا بغيت نسمها بشي حاجه، بغيتو ديروا دانون ديروه. المهم انا بغيت ما نديرش الحليب وما نديرش البيض. صافي كنحرك هادشي كله مزيان حتى تنسجموا لي هادشي كله وغادي نكمل. كيما شفتوا البنات دغيا غير في بانيو وبالفوي دغيا كتصايبوا هاد الكيكه هادي حتى للدقيقه 90. ديروا الماء يطيب الاتاي وفي نفس الوقت صايبوا كيكه. البنات المكون هو هذا، كاس الماء طايب البنات، الماء طايب غليان من البوطه لهنايا الخليط. شوفوا البنات، ديروا هذا المكون هذا وردوا على الخبر في التعاليق البنات. كنتسنى الجواب ديالكم في التعاليق. جربوا هاد الكيكه وجاوبوني في التعاليق البنات. صافي كنحرك هادشي كله مزيان حتى تنسجم ليا كلشي. البنات بغيت نصور الطحين، لقيت راسي ما كنصورش. جوج كيسان من هذاك العنبه ونص، جوج كيسان العنبه ونص ديال الطحين. صافي كيكون ديجا مغربل، وجوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوه. صافي البنات، صافي غادي نخلط هادشي كله. باقي غادي نزيد واحد المكون اخر في الاخر اللي كيخلي الكيكه كتفشفش وكيخليها مفشفشه وزوينه وهشيشه وكتبقى معكم حتى يومين 3 ايام تتبقى رطبه. غنغطيوها غير بسلوفان ونخليوها برا الثلاجه. صافي كنخلط البنات كيما شفتوا مزيان كنخلط. ها نتوما شفتوا الخليط كيفاش كيولي. دابا غادي نزيد واحد المكون حتى هو البنات. شوفوا معلقه ديال الخل، معلقه ديال الخل، حتى هي الخل البيض ولا الخل هذا ماشي مشكل. صافي وتنخلط العناصر كاملين وان شاء الله دابا في المول وندخلها للفران. كيما شفتوا البنات هذا هو القوام، بحال كتكتبي رقم 8 وكيتكتب وكيرجع دغيا. المول ها هو دهنته بشويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين. صافي درت الكيكه هنا في المول. دابا غندخلها للفران. الفران عندي مازال بارد ما سخون ما حتى شي حاجه. دابا دخلتها للفران البنات. هانتوما كندير ما كندير الوقت، ما كنديرش انا الوقت، كنخليه عيني ميزاني 180 في درجه الحراره. كما شفتوا غنشعل عليها لتحت حتى غطلع، عاد غادي نشعل الفوق كما كتشوفوا. دابا غادي نديرها، انا ما كنحقق ليهاش الوقت. صافي كنخلي الوقت عيني ميزاني، غير كنشوف طابت واصلا راها تتبان ليا. صافي وكنحيدها كما شفتوا. انا درت عليها شعلت عليها لتحت ودرجه الحراره كما قلت لكم درت 180 وهذا، والفوق ما درت لها لا وقت لا والو. صافي هي كتبان ليا منين غادي نشوفها طلعت ليا من التحت. ها هي كما شفتوا البنات، صافي هي طلعت دابا طلعت مزيان.
بانت لي شدات راسها وتنفخات كما شفتوا البنات. ها نتوما بلا بيض بلا حليب، وها الكيكه كتصدق زوينه، كتصدق ناجحه من المره الاولى. ها نتوما البنات الكيك اللي كيصلح لينا للفطور، كيصلح لينا للكوتي ديال الدراري، كيصلح لينا العشيه. مهم كما قلت لكم كيكه ساهله ماهله. صافي البنات دابا راه شفتها انا طابت ليا من التحت، انا شعلت عليها دابا الفوق، وهنا دابا كنشعل الفرفاره باش طيب ليا كيكه من جويه كامل ما تبقى حتى شي بلاصه. صافي دابا غنخليها طيب على خاطرها، ومن بعد ان شاء الله نوريكم النتيجه النهائيه. انا كنوريكم هنا البنات راه شعلت الفوق دابا. صافي بتزيد تحمر ليا مزيان، وها النتيجه البنات. شنو نقول لكم، كيكه سنه غزاله مفشفشه منفوخه هي هذه. ها نتوما كتشوفوا بلا بيض بلا حليب، غير جربوها وجاوبوني في كتبوها لي في التعاليق. وكنبغي نشكركم بزاف، كنقول لكم شكرا بزاف لله يخطيكم، الله يحفظكم وينجيكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنساونيش البنات من اللايك والبارطاج، والى فيديو جاي ان شاء الله. مع السلامه.